ليش اخترت أعيش باليونان؟ هيدا السؤال دايما بتسألوني إياه على السوشيال ميديا يوميا. اليوم بهيدا الفيديو رح فرجيكم بمختصر ليش أنا حبيت اليونان وليش نقلت لحتى أعيش فيها. أولا اليونان هي البلد الوحيد بأوروبا يلي 10 أشهر بالسنة الطقس هيك مثل ما شايفين، شمس، السما صافية، طقس كتير حلو، وبالشتاء ما في كتير برد، وأنا ما بحب كتير البرد، لا التلج ولا الشتاء. أكلهم كتير طيب، حيلا مطعم بتروحوا عليه باليونان رح تتلذذوا بالأكل، شو ما تختاروا، يعني ما تقعدوا تحتاروا وتقولوا انصحونا بمطعم، حيلا محل بتقعدوا فيه رح تنبسطوا بالأكل، وهيدا أهم شيء. الخضرة عندهم كتير طيبة وطعمتها لذيذة، يعني حقيقية منا كيماويات مثل ما بتشوفوها بغير بلدان. فأنا إنسان كتير بهتم بصحتي مثل ما صرتوا تعرفوا، فعشان هيك لازم أقعد ببلد أكله طيب فريش وما فيه كيماويات. شوفوا وين ما كان في كيوسكات فواكه وخضرة، وين ما كان ليكوا موديلهم بشهر. وتعرفوا شو اللي بحبه كمان باليونان وبأثينا خاصة، إنها هي كتير سياحية. بكل سنة بفوت عليها أكثر من 50 مليون سايح، يعني دايما فيها حياة. أي شهر بالسنة أي فصل دايما فيها حياة ودايما فيها سواح. مترويات، وسائل التنقل سهلة، وين ما كان بتلاقوا متروز. هلا ليكوا هونيك الأكروبوليس فوق، شو حلو المنظر. شفتوا الآثار؟ فوت وقفوا بوجنا عمو، تعا قرب لي غرتك وشعرتك، خربنا المشهد. الحلو باليونان انه الاثار عندهم محافظين عليها، مش دمروها مثل 3/4 بلدان العالم. يعني ليكو تحسوا حالكم ماشيين بالتاريخ. روق خليها تبين غرته مش مشكله. بتحسوا حالكم ماشيين بالتاريخ، لانه 3/4 بلدان طلع عربي، يا نهار اسود طلع مصري. فكرته اجنبي، واحد ما يحكي ويغلط لانه في كتير عرب. اللي كنت عم بقوله انه الحلو باليونان انه بعدهم محافظين على الاثار، بتحسوا حالكم انتم عم تعملوا جوله بالتاريخ 2000 سنه لورا، مش كلها بنايات جديده لا ليكو. اللي بحب التسوق باليونان انه بتلاقوا شو ما بدكم بتلاقوا اشياء بتحكي عن التاريخ اليوناني ما شاء الله. والتمشية فيها كتير حلو، يعني أنا وصديقي بيتر وابن خالتي عايشين هون، دايما بنتمشى كل يوم على القليل ساعة ونص، ساعتين، أوقات 3 ساعات، لأنه التمشية فيها متعة ما بتملوا. دايما بتشوفوا ناس، دايما بتشوفوا سواح، بتنبسطوا بالطقس، تعملوا كارديو طبيعي. فما بحب أعيش ببلد الحرارة فيها 30 تحت الصفر، ما فيك تطلع من البيت وبضلك قاعد بالبيت، نفسيتك تتعب، كئيب، بلا شمس، ما فيك تكون حرك، ما فيك تكون رياضي. عشان هيك اليونان أحلى. اليونان أكتر بلد مسيحي بأوروبا، لأنه بعدهم محافظين على التقاليد والكالتشر تبعهم. فيها كتير كنايس، الكنايس قديمة عمرها 1000 سنين، مش كنايس عم تتعمر جديد ومودرن وهيك مثل ما بيعملوها بغير بلدان. يعني كل كنيسة بتفوتوا عليها بتلاقوا إنه هاي فيها تاريخ، يعني عمرها مئات السنين. فاللي حبيته باليونان إنه العيال اليونانية بعدهم متكاتلين مع بعض، في جو العيلة، جو المحبة، الاحترام، التهذيب، الأخلاق، يلي للأسف فاقدينهم بكتير بلدان أجنبية. فمشان هيك اليونان دايما أنا بفضلها على غير بلدان بأوروبا. اللي عم بيحضر هيدا الفيديو ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتعملوا كومنت ولايك تحت الفيديو إذا بتريدوا، لأنه بعدني جديد على اليوتيوب وأنا بحاجة لدعمكم. مثل ما سبق وقلت لكم على هيدا التشانل رح كون عم نزل فيديوهات عن السفر خاصة باليونان، وكل بلد بسافر لها رح صير ضوي عليها وفرجيكم ونزلكم فلوجات عنها. ومثل ما حبيتوا كمان الفيديوهات عن المعلومات الصحية وأكل وطبخ، كل شيء بيفيدكم وبيريحكم نفسيا حتشوفوه على التشانل. سو اشتركوا إذا بتريدوا. يونانية بي أرمني لبناني. اوكي. 2006 جيت لهون. صار لك زمان عايش هون؟ 2006. 2006 يعني 20 سنة؟ بس هالحرب يلي كان بدي لك مش من زمان، ما انا منتبه انه مرة 20 سنة الان. انتم ماشيين تمشية عادية باليونان بتصيروا تشوفوا الحضارة والآثار والمناظر اللي بتجنن. يعني تخيلوا اوقات بقعد بفكر، انا بقول انا هلا واقف محل ما وقف هيدا اللي عمره 2000 سنة المشهور اللي كان حاكم العالم واللي مدري شو. كتير حلو الشعور. أنا حدا كتير بحب الآثار صراحة، يعني بحب أعيش ببلد محافظة على التاريخ تبعها. ليكوا الأكروبوليس فوق.
شوفوا ولا منظر، طلعوا بالسما. عندهم نظافة على فكرة، طقسهم نقي نظيف، ما في تلوث، بتشموا هوا نظيف انتوا عم تمشوا. ما بعرف، طاقة إيجابية بالبلد منا طبيعية، طاقة هيك كتير حلوة، صعب تحسوها بغير بلد. رحنا مثلا قبل مرة على بروكسل، غطى على قلبنا كلها لونها رمادي مغمة سودا، ما في شمس، ما في يعني، وكنا بالصيفية على فكرة وتعبت نفسيتنا. فكيف بالشتوية؟ رحنا على السويد متنا تلج وقعدوا بالبيت وما في تطلعوا. رحنا على ألمانيا اختنقنا. رحنا على باريس ولاي ولاي من بعد اليونان ما في. تسألوا عن المعيشة فيها. هلا انتم بتعرفوا انه أزمة اقتصادية بكل بلدان العالم، بس بعد اليونان أرحم شيء وأرخص شيء كان أجارات البيوت مقبولة. يعني عم تحكوا مثلا بأوروبا بتدفعوا على أوضة 1500 يورو، هون باليونان تستأجر شقة غرفة نوم 500 ل 600، يعني في فرق كبير. الكهرباء المي مقبولة، أرخص من كتير بلدان تاني. الأكل عندهم كان بالمطاعم أو بالسوبر ماركت كمان مقبول، أرخص بكتير بلدان تانية. وكنا دعسنا البسينة، ليش ما بتحكي؟ الأكل عندهم مهضومة. في كتير عندهم بسينات على فكرة، والبسينات بيجيبوا طاقة إيجابية للسيتي. كنت عم بقول مصروف الأكل باليونان أرخص من تركيا، أرخص من كتير، من 3/4 بلدان أوروبا إذا مش من كلها. ورغم هيدي الأزمة اللي عم بتصير حول العالم، بتضل اليونان أرحم المعيشة فيها. عم نحكي كان بالأجار وإن كان بأكل وغيره 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 وغيره. هلا زيدوا بتسألوني أنت شو بتشتغل باليونان؟ أنا أول شيء واحد بفوت لعندي على فيديوهات أخذي معي ساعات شغل بيسألني شو بتشتغل. أنا غير إن أنا كونتنت كرييتر يعني. سوري يعني بعد في حدا ما بيعرف يعني كونتنت كرييتر، بس إنه زيدوا على هيك أنا هون بشتغل مع شركة جوجريس، هي شركة عقارات لبنانية يونانية. أنا الأمباسادور تبعهم، بسوق لهم وبشتغل معهم صار لي 3 سنين، وكنت اشتغل لهم أنا وبرات اليونان. بعدين هيك مشان هيك قررت أرجع أنقل على اليونان لحتى أكون قريب عليهم، لأنه أقدر صور أسهل وأقدر سوق أسرع. فهيدا شغلي كل اللي بيسأل أنا شو بتعمل باليونان. بشتغل مع شركة عقارات. زيدوا على هيك انه كونتنت كرييتر. اذا بعد مش عم تعرف يعني عم بتفوت على اليوتيوب شانل تبعيتي وعلى الهيدا بتسالني شو بتشتغل، هذا الفيديو هذا شغل اللي عم تحضره، هذا اخذ معنا ساعات شغل واديتنج وتصوير. يا عمي حرام عليك، ما تنسى تشترك بالقناه يا خيي، اشترك بالقناه، هذا شغلي اقول لك تشترك بالقناه وتعمل لايك وكومنت تحت هذا الفيديو. هلا فوق عم نطلع على الاكروبوليس. في ناس بتقول لي ما بتقول له اكروبول، اكروبول بالفرنساوي، اكروبوليس بالانجلش، اكروبولي باليوناني. لا حدا بيتفلسف، لما واحد بيجي بيقول لي ليش بتقول بونجور؟ بونجور بالفرنساوي، جود مورنينج بالانجلش، صباح الخير بالعربي. فبينقال يعني 3 كل لهجه شيء. بدك نطلع على اكروبوليس بس متعب الطلعه. شو؟ جورة. لا تركني اوقع وصور انت عشان يعني انه تركني اوقع بعدين احكي. تعالوا ليكوا فوق هون شو حلو المنظر، دراج وهيك. على فكرة اللي حابب يزور الأكروبوليس اللي هي حلم كل إنسان يزورها باليونان، يجي بهيدا الطقس. الشهر الثالث، الرابع، الخامس. بس بالصيفية بتموتوا، وحتى هلأ بالشتاء مقبول، هلأ بالشتاء مقبول. ليك الشوارع شو حلوين، سبحان الله شو حلو، كل شيء قديم حلو. ثانك يو. يا اميزنج، عم فرجينا على روف توب، عم بيعزمنا لفوق. مش عارف عم نصور وهيك. طيب يلا شو بدنا نعمل هلا؟ وين بدنا نروح؟ تعالوا شوفوا قديش اليونانية بيحافظوا على آثار بلدهم. يعني هون معمرين بيت في تحته آثار قديمة، ما منعون، ممنوع ما بينشال الآثار، حطوا فوقه إزاز عشان يضل الآثار موجود وبيقطعوا على الإزاز. شفتوا شو حلو؟ بس ليكوا البيت شو مهضوم، ليك الجرة أنا هدول كل التفاصيل بركز عليها. فرجينا هالكنيسة اللي على يمينك، ليك شو حلوة وشو قديمة. شوف هالحجر اللي فيها، هي عمرها أكيد فوق 1000 سنة. هلا أخذتكم على تلة أنا بحب أقعد عليها كتير الوقت اللي بدي أعمله. حبيبي حبيبي ونس شو
We say oneness. Where you from? Lebanon. Lebanon. Yes, yes. Respect. Yeah. In Jamaica, I have a lot of Lebanese, man. Germany. Jamaica. Jamaica. Yeah, with malls and supermarkets, you know, good business. Wow, yes, Lebanese. Forever, Yeah, yeah. forever together. One Yeah, love. forever. One life, love. one Yes, love, yes. one people. Out of many, the world are we are one. Yes, You see? of course. In no differentiation. Nice to meet you, my friend. What about the creation? It's a narration. Me a beg the human race. Figure and stay one. What about the creation? It's a narration. This is me and my friend from Lebanon. What's your name? Like one. What's in? Adi. Adi. I'm Yeah. Dory. Dory. Yes. Hey, I have a friend called Daros. Dory Daros. The same. Nice to You come meet for you. vacation or you having a Yeah, no, coming here for you vacation. having a good time? Yes. It's a Yeah. nice place to be, boy. Yes. You have a girlfriend here? No. I wish you a sexy girl. Not- here. not You're a yet. sexy boy. Thank you. So you can come again and again. Yeah. And again. Thank you. Nice to meet you. Is your friend or your brother? No, my brother. Brothers. Yes. Brothers for life. Never fight. But- Never quarrel. but- I don't charge you. If you like to help me, I appreciate any We help. we 1 euro, don't 2 have euro. cash. That's I the know. problem, and I don't want to. I know. If you have, sorry, you will I'm help sorry. me. Yeah, I know. Inshallah. Yes, of course. Inshallah. You come in peace. Yes. You go back in peace. Yes. Good Thank you. energy, Good vibe. Thank you. Nice to meet you, my bro. Nice to meet Bye. you, habibi. Bye. Go, go. Wait. يا عيني كتروا. Yes. Wish Hakuna Matata. Hakuna Matata? No, I don't have cash. Hakuna Matata هيدي مش شتيمة. Be happy. He's a celebrity. ثانك يو. بدي اخذكم على تلة، بتضلك عم تسوي لنوصل للتلة؟ ايه طوش. يلا هي الطلعة على التلة صعبة، خطرة شوي، بتزحط، ممكن توقع تتكسر، بس إذا بتركز بيمشي الحال. ما فيني ارجع عريار هيك. ما اقدرش. ايه يلا تعالوا. خدني هيك لما تضل تصورني من ورا. كثير عم بحس المشاهدين عم بصوا علي من ورا، عرفت؟ فصورني عيب يا اخي، انا انسان محترم. شو هذا الفيديو كله من ورا؟ تفضل ها. يلا تعال. اوكي شوفوا انا وين بقعد هون وبتفرج على هذا المنظر، وبقعد براجع نفسي وبتذكر كل الناس اللي بحبها والناس اللي ما بحبها وهيك، وبدعي لكم بالخير. ليكوا الفيو. شفتوا اليونان شو حلوة؟ طلعوا ليكوا الطبيعة، السما، الجبال، ليكوا الأكروبوليس، دايما في سواح، ما في بنايات طويلة، طبيعة طاغية. فهيك هذا الفيديو كان هيك مختصر لفرجيكم وخبركم ليش أنا بحب اليونان، وتشوفوا شوي جزء صغير من جمالها. رح نزلكم يصير فيديوهات كتيرة عن اليونان، كل مرة بمنطقة شكل. فبتمنى عليكم تشتركوا بالقناة وتعملوا كومنت ولايكس تحت هذا الفيديو حتى تكونوا ابديتد معنا بالفيديوهات الجديدة اللي رح تنزل دايما. ونشكر كمان اللي ورا الكاميرا بيتر. ثانك يو بيتر، ان شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو، حبيتوا تصوير بيتر. شكرا لمتابعتكم والى اللقاء.